السلام عليكم احبائي، انا رجعت لكم من جديد. اذا خليونا نشوفوا اليوتيوبر الاردني حطاب شنو قال على الزياره ديالو للجزائر والمواقف اللي حصلت معاه حول العالم. عندي سلسلة هاي يعني من كل مكان بالعالم، يعني زي حدود الجزائر والمغرب. ايه هذه هم ايش صار؟ شنو صار؟ انا واحنا نبحث امم في الحلقه كان نشوف انه والله في سالفه في فيديو انت نزلته امم بعدين حذفته. امم هو انحذف صح؟ مش انا حذفته. انت حذفته يعني. انا نزلته 3 ساعات وحذفته على طول. ايه امم وبعدين نزلت بيان. ابيك تاخذني القصه من بدايتها امم لين نهايتها، ابي افهمها منك انت صراحه. هو احنا لفينا الجزائر، صورنا تقريبا 10 ايام، صورنا اكثر من حلقة. العاصمة وقسنطينة ووهران. ضل اخر حلقة. انا عارف انه المغرب والجزائر يعني متقاربين كثير بالثقافة صح. ومتشابهين، بس بتفرقهم هاي الحدود. والغريب أكثر إنه أنت بالمغرب بدك تسافر للجزائر، إنه عندك عوائل وهيك، عندك عائلة، أو العكس، لازم تمر بدولة ثالثة، ما في مباشر. يعني مثلا بدك تروح على كازابلانكا من العاصمة الجزائر، لازم تروح على إسبانيا بعدين تروح، أو تروح على تونس، تخيل تونس ترجع لورا بعدين تلف. فشو السبب؟ مع إنه هاي الحدود اللي سمعت إنه العائلات يعني كانوا يزوروا بعض، بعدين تسكرت الحدود وبطلوا يقدروا يزوروا بعض. الفيديو عفوي، قلت خلنا نزور الحدود. حكيت مع الجماعة اللي معي، قالوا يلا. قالوا شو؟ قلت شو ممكن تتوقع نشوف هناك؟ قالوا راح تشوف المغاربة على الجهة الثانية يلوحوا. قلت هاي حلوة، لقطة حلوة يعني للفيديو، إنه كيف الناس بتلوح لبعض، نفسهم يشوفوا بعض، يعني متقاربين لبعض بس تفصلهم الحدود. يعني أنا ما بدي أدخل موضوع سياسي، ولا حدا مثلا زي ما بقول إنه حدا دفع لي إنه أعمل هذا الفيديو. أنا بالجزائر وحاب أصور هذا الفيديو، قريب كثير لأنه وهران قريب كثير من الحدود. فانطلقنا إلى الحدود، بسم الله. أول ما وصلنا هناك لقينا طبعا على الجانب الآخر المغاربة صاروا يلوحوا، واللي معي صاروا يلوحوا، فصرت أصور أنا. فواحد من المغرب كأنه حكى تعيش الجزائر، تحيا الجزائر. بعدين الجزائر رد عليه قال له تحيا المغرب. هاي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني إنه كمان صار الموضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين، شو رأيكم بالحدود؟ شو رأيكم هاي الأكلات من وين؟ أنا هيك بسأل عادي. فأنا لما سألت، واحد من اللي جاوبني قال لي إنه هاد إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا لا، إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب، هاي مش من المغرب، لا من الجزائر. ففي كمان قتال طلع بينهم على ثقافة. انت ما كنت تدري؟ أنا ما كنت أدري، أو كان عندي فكرة إنه أوكي هم السبب الخلافات هاي خارجية يعني. بس أنا ما كنت أعرف إنه الموضوع معقد لهالدرجة. يعني أنا لما عملت الفيديو صورته وعدلته، بعته للجزائريين وبعته للمغاربة. الشباب اللي كانوا معي كلهم بعت لهم الفيديو. اللي حولك. نعم. وفي واحد صانع محتوى مشهور جدا يعني بالجزائر، يعني شاف الفيديو وأعطاني الموافقة عليه. الفيديو ما عليه ولا إشي، يعني فيديو حبي هيك، واحد جاي من برا يفرج الثقافة. بس هذا الفيديو أول ما نزل خلال 3 ساعات، مع أنه أجا عليه دعم كثير، وصل بجوز 700,000، وصل 70,000 لايك ب7 ساعات. 3 3 ساعات. ساعات عفوا. وعلى طول الفيديو راح على تويتر، صار على تويتر إنه سياسي، وصاروا اللي معي بالفيديو انضروا. أنا ليش حذفته لأنه اللي معي بالفيديو انضروا، صاروا يحكوا معي. إحنا طلعنا بالفيديو، والضيوف اللي كانوا معي بالفيديو صاروا ينضروا، أجتهم أذية. فما كانوا متحملين العنف اللي صاير على التويتر بالذات. اضطريت احذفه عشان الناس اللي معي يعني ما ينأذوا يعني. بس وصل بي بي سي، انا قاعد اشوف سرجت انا ولا موجود على الحين انت اول مره تمر في موقف نفس هذا. احنا دائما تسوي فيديوهات تنتشر في اليوتيوب، وثائقيات، الناس كلها تتابعك، اللي بينتقدك باي حق موضوع الانتقادات ينتقد في حدود معينه. الحين صار الموضوع لا، دول وثقافه وسياسي. وانت اتوقع اول مره تنحط في هذا الموقف، صح؟ يعني تقريبا بهالمستوى هذا اول مره. مش عارف كيف اتصرف معاه. ايش صار باليوم هذا نفسه انت؟ لما نزلت الفيديو قعدت اشوف شو قاعد بصير. الكل بيحكي معي من الجزائر، الكل بيحكي معي، كل اللي كانوا معي
واحد بيقول لي احذف كل المحادثه بيني وبينك. قلت الموضوع كبير جدا. السفير في الامارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ طيب انت قولوا لي ايش عملت. قال لا هذا الفيديو موجه كانه سياسي رايح، فحذفته يعني على طول، عملته برايفت طبيعي عشان ما يطلع كذا. ممكن ارجعه. ممكن ارجعه واحذف يعني اللقطات اللي فيه الحساسه. بس يعني بالنهايه انا شفت انه الجمهور حبوا الفيديو، ولكن بتعرف في فئه سياسيه بكل دوله هي اللي هاجمت الفيديو يعني. بس الشعب الجزائري كثير حبوا الفيديو، الشعب المغربي كثير حب الفيديو، دعموني كثير على الفيديو. هو عادي شخص واحد هو اللي سوى الشرارة هذه، عادي ان شخص واحد كتب على تويتر شغله يعني، هو سياسي كثير بكتب على تويتر إيه. وصار يهاجمني لدرجه انه احنا على الفيسبوك عملنا بان للجزائر انها تحضر فيديوهاتنا من اول ساعتين، لانه كلهم راحوا على الفيسبوك. هو صار ينزل منشورات على الفيسبوك وعلى تويتر، فالفيسبوك عندي صار كله مسبات بطريقه عمري ما شفتها في حياتي يعني، قديش لي مسيرتي يعني. هذا وجه الناس كلهم علي لدرجه انه عملنا بان للجزائر، الجزائريين ما بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، ما يقدروا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. راح هو كتب لهم بتويتر قال لهم افتحوا نورد في بي ان، افتحوا في بي ان وادخلوا على الفيسبوك وسبوه. يعني تخيل لوين وصلت الموضوع يعني، نذالي يعني انك تحكي للناس يفتحوا في بي ان وتعطيهم طريقه كيف يغلطوا علي. فهمت كيف؟ فانا والله حذفته. بس انا عملت كمان فيديوهات كثيره حلوه عن الجزائر. لا اكيد شفتهم يعني حلوين. الفيديو الاول العاصمه، بعدين قسنطينه، بعدين وهران. فما اعتقد الجزائريين كلهم زعلوا يعني. لا ان شاء الله ما تبر. واذا انت يعني ما سويت اشياء وخلينا نقول وصارت نتائج انت ما ودك تصير، انت ما قاعد تسوي شيء يعني. طبيعي هذا يعني، خلينا نقول من انت تعرف هالشيء حتى صح لما تشتغل تسوي اشياء ممكن نتائجها ما تعجبك يعني، وتكون نيتك انت صافيه بس النتيجه ما تكون معاك يعني. لازم ابحث اكثر يمكن. بس هسه حسيت انه يعني فيديوهاتي قبل ما انشرها ببعثها ل3-4 اشخاص يشوفونها يشوفوا اذا مثلا ممكن زعلت حدا او جرحت مشاعر حدا. صحيح انك ما بتقدر ترضي الكل، بس يعني لما تيجي على دول بالذات دول عربية زي اليمن مثلا، بعثته لليمنيين وبعثته لأبوي، بعثته لأكثر من شخص عندي بستشيره دايما، قالوا لي الفيديو حلو. أنا قلت يمكن أنا حكيت إشي بالغلط عن اليمن يزعل أهل اليمن يعني. فلازم تراجع الفيديو 3-4 مرات. كمان الناس اللي حواليك تراجع الفيديو. اكتشفت إنه الفيديو ممكن يعمل تأثير يعني كبير يعني. أول ما كنت عارف إنه أوكي مثلا صورت الحدود، أوكي شو يعني بده يصير يعني، 1 زعل 2 زعلوا، بس لا هي صارت موضوع كبير جدا يعني، توصل لسفراء وبتوصل لدول يعني كبيرة انها تتدخل. زعلك الموضوع؟ لا بالعكس، يعني بينك وبين نفسك انا زعلت انه يعني كبر اني زعلت الجزائريين يعني في فئة بسيطة يعني، لان انا كنت عامل فيديوهات حلوة عن الجزائر صراحة، بس كأنه هذا اجى خرب شوي يعني. وين انا يعني كنت بدي اطلع بصورة حلوة كثير يعني، لسه كنت ناوي ازور صحراء الجزائر وانزل تحت، بس ما بدهم يعطوني الفيزا. بدنا نشوف، بدنا نقدم، بس وعدتهم انا يوم من الايام ان شاء الله ارجع ان شاء الله.